ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، وان شاء الله بداية اسبوع سعيد، وربنا يا رب يحقق لكم كل املكم. النهاردة هنعمل مع بعض اكلتين اسرع من بعض، ينفعوا في الطوارئ لو جايلنا ضيوف ومحتاسين ومش هنلحق نطبخ. مفيش اسهل ولا اسرع من طاسة سجق وكفتة مشوية، تعملوهم سندوتشات في السريع منه، ولو شوية بطاطس محمرة يبقى كده عال العال. السجق مش بيحتاج مني مقادير كتير، هنحتاج بصلاية بيضة كبيرة متقطعة لشرايح، وفلفلة صفرا مقطعة برضه لشرايح رفيعة، ونص كيلو من السجق هقطعه هو لسه مجمد شوية مفكش تماما علشان يبقى سهل في التقطيع، ولو مش هتعرفوا هيتهري منكم شوحوه سليم وقطعوه بعد السوا. المهم باخد السجق اشوحه لوحده بدون اي مواد دهنية، هو هينزل كل دهونه، وبخليه يتشوح لحد ما ينزل السوائل اللي فيه ويشربها تاني ويتلسع كده بسيط. وبعدين هنزل بمعلقة سمنة بلدي كبيرة، وكان نفسي احط بدل السمنة لية خروف متسيحة، بس للأسف ما كانش عندي، بجد بتنقل الأكلة لمكان تاني خالص. المهم هفضل اقلب في السجق مع السمنة شوية لغاية زي ما قلتلكوا يتلسع شوية كده، وبعدين هنزل بالخضار اللي معايا عليهم وافضل اقلب فيهم كلهم مع بعض لغاية قرب ما يتبلوا. هبدأ انزل بالبهارات اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ونص معلقة صغيرة من الروزماري، ومعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، وفضلت اقلب فيهم مع بعض شوية كده لحد البهارات ما تجانست مع المكونات. وبعدين نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، ودي بقى السر واللي هيدي كرملة تجنن للبصل والفلفل الأصفر مع السجق خطيرة. وهنفضل نقلب فيهم لحد البصل والفلفل الأصفر ما يبان عليهم الكرملة ويتبالوا خالص وتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومهم جدا تجيبوا السجق من جزار نضيف، لأن كل ما كان بيعمله جميل كل ما كان طعمه في حتة تانية. أنا كده خلصت السجق بتاعي، ويلا ندخل على كفتة اللحمة، وهي اللي بعملها معاكم واللي نزلتها ليكوا قبل كده، ولكن الإضافة هنا هي إني بحط 3 معالق كبار من اللبن الحليب على المكونات. وعايزة أقول إن اللبن إضافة جميلة جدا وبحبها في الكفتة قوي سواء لحمة أو فراخ، وهسيب لكم مقادير الكفتة إن شاء الله في صندوق الوصف. المهم حطيت السمنة البلدي الأول في صينية غير لاصقة، وهرجع تاني أقول اللي عنده تسييح ليا يبدلها بالسمنة ضروري ويدعيلي. أنا بعد السمنة ما ساحت شلتها من على البوتاجاز وقعدت أصب على مقلي الكفتة وأرصها في الصينية، وبعدين رفعتها على نار عالية في الأول وهديتها لما أخدت لون من تحت لنار متوسطة قرب الهادية كده، وفضلت أشويها على كل جنب وأقلبها لحد ما بقت بالشكل التحفة ده. خرجتها على صينية تقديم، ولو عندكم بقدونس رشوا عليها شوية وهتبقى مفيش أشيك من كده تتحط قدام ضيوفكم وتشرفكم. بس أنا ضيوفي كانوا هياخدوا معاهم الأكل تيك أواي لأنهم مستعجلين وما كانوش هيتغدوا، فعملتها ليهم بسرعة سندوتشات وحطيتها لهم في اطباق وغلفتها ليهم. ازاي حد يدخل بيتنا ويفلت مني انا وماما ما يتغداش؟ ده مستحيل. بجد ربنا يبارك في الاباط ويسعدهم ويرضيهم زي ما هما بيبذلوا كل جهودهم علشان يخلوا بيوتنا دايما عمرانة بالخير ومفتوحة بحسهم في الدنيا دايما يا رب. بصوا الكفتة جوسي ازاي وطرية خالص، ومع ذلك مقستكة كده معاكم، بتتقطم مش بتتهري معاكم ما تعرفوش تمسكوها، لا ماسكة نفسها وجميلة تبارك الله بجد. جربوا الوصفتين دول ومش هتندموا بجد، وبألف هنا وصحة وعافية يا رب.